السلام عليكم. هاد المقيله ضروري تسجلوها عندكم النهار اللي ما يكون عندكم لا لحم لا دجاج، دغيا كتوجد وكتجي لذيذه، ما غاديش تشبعوا منها. مكوناتها بسيطه واهم حاجه كتجي صحيه ولذه، يا سلام، ضروري تجربوها. كناخذ الخضيره ديالي اللي قطعتها مربعات، كنضيف ليها البزار، الملحه، شويه ديال التحميره، كندير هنايا ضامتي ديال الربيع، وكنزيد اعشاب منسمه تقدروا تعوضوها بالزعتر. صافي كنحاول ندخل داك العطريه مزيان في داك الخضيره. كنستفها في لاطه ديال الفران، كندير ليها خطيط ديال زيت الزيتون، كندخلها الفران اللي كيكون سخون من قبل حتى كطيب وكتحمر. انا كناخذ واحد المقيله كندير فيها بصله اللي مقطعه كمربعات، الثومه، زيت الزيتون، وكنخلي داك البصيله حتى كتنزل. عاد كنضيف عليه هنا 2 حبات ديال المطيشه اللي مقطعين، شويه د البزار، شويه د الملحه، التحميره، كنضيف هنا شويه ديال الحرقوم مع الاعشاب المنسمه وشويه ديال الحار اختياري. كنزيد لاصوص طوماط وكنغطي على المقيله ديالي وكنخليها حتى كتقلى مزيان. هنا الخضيره من بعد ما خرجتها من الفران كتكون طايبه، كتجي اكثر من رائعه. هاد الخضيره ضروري تجربوها. صافي هنايا من بعد ما تقلات ليا لاصوص كنضيف عليها داك الخضيره اللي شوينه، كنحاولوا هكا نخلطوها مزيان، وكنضيف البيض. بالنسبه للبيض تقدروا تضيفوه تقدروا لا، على حسب الرغبه ديالكم. انا درت هنا غير 2 بيضات. صافي كنحاول نقادهم على هذا الشكل، كنخليو داك البيض حتى كيطيب. من بعد كندير شويه ديال الفرماج محكوك، رشيشه ديال الاعشاب منسمه اولا الزعتر، وكتكون المقيله ديالنا واجده. ديروها للغداء اولا للعشاء، الوليدات غادي يحماقوا عليها، ضروري تجربوها.